اول ما بيهل علينا شهر رمضان بنجري نعمل المشروب ده. مكوناته كلها بسيطة وعلى قد ايدينا، طعمه بيبقى في منتهى الجمال. في 3 دقايق هتعمليه، بسيط جدا. هنعمل مع بعض مشروب الخروب المركز، وازاي يطلع زي اللي بنشتريه من بره بالظبط. بس لو لسه اول مرة طبعا بتشوفيني، انا اسمي ريم ودي قناتي، متنسيش تعملي لايك وكمان اشتراك في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا، عشان نعمل مشروب الخروب المركز محتاجة كل المقادير البسيطة اللي قدامنا ديت. عندي هنا نص كيلو من الخروب، وبيكون معايا بالشكل ده. تمام. الخروب ده بيبقى جاهز من عند العطار او من عند العلاف، بيبقى طبعا متوفر في الاسواق او في السوبر ماركت او الهايبر ماركت اللي بتشتريه عادي. بيبقى بالشكل اللي قدامنا ده. لو حابة طبعا تستخدمي قرون وتبدأي ان انت تكسريه باي حاجة عندك، طريقته سهلة جدا وبسيطة. هو مجرد بس تخبطي على القرن كده بيبتدي ان هو يتفتت ويتكسر معاكي، ما بياخدش ثانيتين 3. تمام. كميات زي ما تحبي جدا. انا مستخدمة طبعا نص كيلو من الخروب، وعندي كوباية سكر واحدة. دي كل. لو عايزة تستخدمي سكر خشن مفيش مشكلة، انا مستخدمة النهاردة معايا سكر ناعم. يعني لو عندك مثلا سكر التموين او سكر اللي هو بيبقى مصفر شوية مفيش اي مشكلة، لكن السكر ده بنحتاج طبعا منه كمية كويسة عشان يحلي معاكي. تمام. انا المقدار ده بالنسبة لي كويس جدا. هستخدم كوباية على النص كيلو من الخروب. لو عايزة كمية السكر عالية زودي كوبايتين من السكر وحسب رغبتك. دي كل المقادير اللي انا محتاجاها، خروب وسكر. اول خطوة معايا في الخروب، لازما اجيب ربع كيلو الخروب ولا نص كيلو، اي كمية عندك. احطها كده في طبق غويط وابتدي ان انا اغسلها او اشطفها تحت الحنفية مرتين 3، تنزل اي تراب منها او شوايب. عشان طبعا عارفين في التغليف والحاجات دي بتبقى ممكن يتراكم عليها تراب او يجي عليها تراب، ده وارد جدا. فلازما نغسلها اكتر من مرة عشان مهم جدا لصحتنا. بعد ما غسلته كويس جدا مرة واتنين وتلاتة، وفي ناس طبعا هتقولي احنا ساعات او اوقات مش بنغسله، بس صدقيني لما بتغسليه بتضمني نظافته. بعد هنجيب حلة تكون كبيرة وهنزل بكمية الخروب. تمام. وهزود عليها 3/4 الحلة مية وكمان اعلى من 3/4 الحلة. تمام. لحد هنا كده هننزل بالمية كده زي ما احنا شايفين. الازازة دي حوالي لتر. تمام. بتبقى موجودة في الاسواق، كلنا بنبقى عارفينها، متوفرة كمان في محلات المستلزمات المطبخ، سعرها رخيص جدا. هي بتبقى لتر. هنزود مقدار المية لحد ما نلاقي المية جت ل3/4 الحلة. تمام. ده تاني لتر. لسه برضو المية نص الحلة، محتاجين لتر كمان. دي تالت ازازة كمان. تمام. وصلت ل3/4 الحلة. تمام كده. يبقى استخدمنا 3 لتر من المية على نص كيلو من الخروب، او لو حتى ربع كيلو قبل المية مفيش مشكلة. كده واحد وكده واحد، مش هتفرق خالص. هرفع الخليط الحلو ده على النار، هياخد له حوالي ساعة الا ربع او ساعة. مع المتابعة كده وتبصي عليه من وقت للتاني هتلاقي حباية الخروب بدأت تنفش وتكبر، وتلاقي يعني بيقولوا برضو بتزرد اللون او بتنزل العصارة والفايدة في المية. هتلاقي لون المية دي اتغير جدا، هتلاقيها لونها بقى بني داكن. فلما توصل طبعا للون ده هوريهولك، بس ما تنسيش طبعا اشتراك حلو في القناة وفعلي الجرس. يعني عايزه اقولك اطول فتره ممكنه ممكن تدخل معاكي في ساعه، عشان اللي بنلاقيه على العربيه بالظبط وبنبقى مش عارفين اللون ده جاي منين. اللون ده بيبقى السر في الغليان، كل ما بتغلي على النار اللون بيتركز اكتر. شكل الخروب بتاعنا بعد ما غليته على النار وسبته حوالي ساعه كامله.
مدة التسوية بتاعته بياخد من ساعة لربع الساعة في التقريب ده كده. بتلاقي الحباية طارت جدا معاكي ونفشت وغيرت اللون بتاع المية تماما. شايفين الحباية عاملة ازاي؟ طرية جدا، بس هو طبعا سخن خالص، ولو دوستي عليها كده هتبتدي ان هي مهرية جدا معاكي. شايفين المية عاملة ازاي؟ بعد كده هسيبه برضو هيبرد ساعة كمان، او ممكن ياخد له اقل كمان من ساعة. نبرده بقى قدام المروحة او تسيبيه على الرخامة كده. اي بولة عندنا او طبق غويط او اي بلاستيكة عندك هتحطي عليها اي مصفى، طبعا لو استانلس او ألمونيا مش هتقول لأ. بعد ما برد خالص خالص ساعة كاملة، وهنزل بيه كده في المصفى لحد ما اخلص المقدار كله اللي معايا، سواء كان ربع كيلو ولا حتى نص كيلو مش هتفرق. المهم ان احنا نصفيه ونتأكد ان الحبيبات او القشور ديت مش موجودة في العصير، موجود في المصفى زي ما هو، والعصير نزل لتحت في البولة، وهوريهولك دلوقتي عامل ازاي. طبعا انا عايزة ازود طبعا كمية العصير دي واعمل منها كمية كبيرة جدا. كمية كبيرة من العصير بتاعك لازم دور الخروب اللي في المصفى ده في الحلة تاني، وتزودي عليه من 2 لتر ل 3 لتر من المية، وتخليهم يغلوا كده على النار حوالي ربع ساعة. هتلاقي برضو اللون اللي هي في الحلة اتغير كده وبقى زي اللون اللي قدامنا ده، زي اول لون احنا غليناه. تمام. كل ما بيغلي بينزل العصارة اكتر لحد ما نستخلص كل العصارة الحلوة والفيتامينات اللي بتبقى في العصير. تمام. فانا طبعا هغليه تاني مرة ونرجع نصبه كده ونشوف الخطوات. صفيت العصير بتاعي وعصير نزل تحت صافي كده وما فيهوش قشر ولا اي حاجة. العصير بتاعنا جاهز على الشرب على طول. كل اللي هنعمله هنبتدي ان احنا نعبيه في ازايز زي ديت وندخله التلاجة، ويبقى كده 100 على الفطار نستخدمه ونصبه عادي في الكوبايات. مقدار المية اللي بتستخدميه للمرة التانية مش محدد، ممكن تستخدمي لتر معاكي لحد 3 لتر. ازايز او عندك دورق او حتى ازايز بلاستيك بتبقى هايلة جدا، يا ازاز يا بلاستيك المتوفر اشتغلي بيه. وعندي هنا القمع اللي مع كده، وهناخد الكبشة بتاعنا كده. لازم العصير بتاعنا طبعا يبقى بارد جدا، ما ينفعش ننزله في حاجة ازاز او حاجة بلاستيك وهو سخن بيغلي. على قد ما نقدر نسيبه يبرد في الهواء شوية. اللون طبعا طبيعي جدا وطعمه مركز وريحته في منتهى الجمال. وهتعملي طبعا كمية وفرة جدا، من ربع كيلو خروب هيملى معاكي الدنيا خالص. انا ما كملتش ربع البولة ولسه فاض يعني اول لتر معايا اهو. ونحفظها في باب التلاجة، طبعا متحلية كويس جدا بالسكر وفي منتهى الجمال. الكياس دي اسمها اكياس تلاجة، او لو متوفر اكياس اللبن بتبقى حلوة. هاخد كده كبشتين 3 حلوين، وانا عارفة ان الطريقة دي كلنا بنحبها وهي اللي بتاع الخروب بيعملها، بس طبعا مش بيعبيها في المغرفة، بيعبيها بتبقى في حنفية كده كلنا عارفينه طبعا. احنا بس عشان نسهل ان احنا ننزل العصير بتنزليه في الخروب اللي احنا كل يوم على الفطار بنحب نروح نشتريها اهو. هنطلع منها الهواء على قد ما نقدر ونربط كويس. تمام. دي تاني طريقة للتخزين اهو. الشكل اللي تحبيه خزنيه بيها. عندك الازازة وعندك الكياس اللي بيتفضل من بواقي الخروب بنبتدي ان احنا نصبه في الكوبايات وبيبقى بالشكل ده. عملنا مع بعض 3 خطوات للتخزين سهلين جدا. عندك ازايز بلاستيك، ازايز ازاز، عندك كمان الكياس ديت. ودي طبعا الطريقة اللي كلنا بنفضلها
شايفين شكلها عامل ازاي؟ في باب التلاجة تسقع كده، وعلى الفطار تقدميها وتصبيها في الكوبايات. تاني شكل معايا وكلنا بنحبه، انا عارفة طبعا عشاق الخروب بيحبوه جدا، وبيبقى في الكيسة بالمنظر ده. كل يوم على الفطار لازم الكيسة دي تبقى موجودة في كل بيت. طعمها بيبقى خطير جدا وريحتها عايزة اقولك حاجة جميلة. اخر طريقة تخزين وهي في الكوبايات، ودي طبعا مش للتخزين، دي للشرب على طول. كده عملنا مع بعض 3 طرق هنحفظ بيهم الخروب. الكمية اللي معايا دي حوالي 2 لتر ونص. اللي في المصفى انا سايباه على النار يغلي عشان ازود منه الكمية، وابتدي احفظ في التلاجة. الكمية عندي يا في الكياس يا في الازايز زي ما احنا شايفين. الطريقة اللي تريحك استخدميها.